بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي القناة، أسعد الله أوقاتكم في هذا الفيديو الجديد. إذا ملعب بشار الجديد يرى النور بعد المناقصة التي تم إطلاقها في شهر مارس الفارط والتي كانت دون جدوى، وتم إعادة إطلاق المناقصة من جديد في شهر أفريل. ها هي المناقصة تعرف الجديد، وهذه المرة شركة وطنية تفوز بمناقصة ملعب بشار الجديد، والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 25 ألف مقعد بمسبح نصف أولمبي وملعب مخصص لألعاب القوى وعديد المرافق الأخرى. بعد صراع بين 4 شركات وطنية، فازت شركة كوسيدار الوطنية بالمشروع، والذي سيرى النور في القريب العاجل. إذن بشرى لكل الشباب في ولاية بشار على أن ملعب بشار الجديد سيرى النور في الأيام القليلة القادمة. فبعد أن فازت شركة كوسيدار بهذا المشروع بعد صراع مع 4 شركات، بعد أن فازت شركة كوسيدار بهذه المناقصة، الآن ستكون الإجراءات الإدارية، وهذه الإجراءات الإدارية كذلك ستتطلب بعض الأشهر. وهنا نتحدث على أولا الإجراءات الخاصة بتصميم الملعب، أين ستقوم الشركة أو وزارة السكن والعمران. لحد الآن لم يتم تحديد من يقوم باختيار مكتب الدراسات الذي سيقوم بتصميم المجسم الخاص بهذا الملعب. أما من ناحية أرضية التي سيتم بناء عليها الملعب وكذلك المنطقة المخصصة لذلك، فانتهت بها الإجراءات الإدارية. إذن تبقى الآن إجراءات انطلاق المشروع. على ما أعتقد أن المجسم تم اختيار الشركة المكلفة بدراسة هذا المشروع والمجسم في الرتوشات الأخيرة من أجل عرضه أمام وزارة السكن والعمران، وكذلك لتنطلق شركة كوسيدار في البناء على أساس هذا التصميم، والذي يتحدثون على أنه سيكون تصميم مثالي وعصري مثل الملاعب المجددة المتواجدة حاليا في الجزائر، وهذا من الأشياء الإيجابية. إذن يمكن القول أن انطلاق المشروع سيكون بين شهر جويلية وشهر أوت المقبل إن شاء الله، أين ستنتهي كافة الإجراءات الإدارية، تسليم واستلام المشروع من قبل شركة كوسيدار من وزارة السكن والعمران، والانطلاق في العملية بوتيرة سريعة إن شاء الله حتى يتم الانتهاء من هذا المشروع. ولنذكر متابعينا الكرام على أن ملعب بشار الجديد سيكون بطاقة استيعابية تصل إلى 25 ألف مقعد، وسيكون ملعب مغطى بالكامل، إضافة إلى أنه لن يحتوي على مضمار لألعاب القوى، وسيكون بأرضيات ذات عشب طبيعي، وسيكون الملعب يحتوي على مسبح نصف أولمبي، وكذلك سيحتوي على ملعب للتدريبات به مضمار لألعاب القوى، وملعب ثاني كذلك مخصص للتدريبات فقط. إذن كل هذه المعطيات كما تحدثنا عنها في فيديوهات سابقة عن إطلاق المشاريع الجديدة المخصصة لكرة القدم، وشهدنا بعض القيل والقال من عديد المتابعين الذين يتحدثون على أن هذه المشاريع لن تنطلق، وكانوا يتحدثون على أننا نقدم معلومات زائفة. الحمد لله اليوم بدأت هذه المشاريع تتجسد، والبداية بملعب بشار الجديد، وستكون الانطلاقة في الأيام القليلة القادمة لملعب ورقلة الجديد الذي كذلك أطلقت المناقصة الخاصة به، ومن المرجح أن تفوز شركة وطنية كذلك بهذه المناقصة، ولكن لن تكون شركة كوسيدار، ستكون هنالك شركة أخرى، ومن المرجح أن تكون الشركة التي قامت بإعادة تهيئة ملعب 19 ماي 56 بمدينة عنابة هي الشركة المرشحة لأن تفوز بصفقة ملعب ورقلة الجديد. وأتمنى أنا شخصيا أن تفوز هذه الشركة بهذه الصفقة، لأنها شركة أبانت عن مستوى عالي، خاصة لما قامت بإعادة تهيئة وترميم ملعب 19 ماي 56 بمدينة عنابة في ظرف قياسي جدا. لهذا نتمنى أن تكون الشركة هي التي تفوز بصفقة ملعب ورقلة الجديد. كذلك ملعب ورقلة الجديد سيكون بطاقة استيعابية تقارب 25 ألف مقعد بمسبح نصف أولمبي، ملعب مخصص لألعاب القوى وللتدريبات، وملعب آخر مخصص كذلك للتدريبات فقط، وعديد المرافق الأخرى. يعني يشبه تماما ملعب بشار الجديد، فقط سيكون هنالك اختلاف في تصميم كلا الملعبين، وهذا من الأشياء الإيجابية، لأن معظم الملاعب
ستأخذ الطابع الخاص بالولاية بها، يعني التصميم سيكون مقارب للطابع والتراث الخاص بتلك الولاية. كذلك ستكون في الأيام القليلة القادمة ملعب بجاية الجديد الذي كذلك أطلقت المناقصة الخاصة به، وسيتم الإعلان عن الشركة التي ستفوز ببناء هذا الملعب. وبعد أيام أخرى سنشهد كل من ملعب باتنا، وبعدها ملعب سطيف، إلى وصولا إلى ملعب قسنطينة الجديد. إذن الجزائر ستدخل مرحلة جديدة، وهي مرحلة الانطلاق في المشاريع في الأشهر القليلة القادمة، أي أن سنة 2027 ستعرف إطلاق 6 مشاريع لملاعب جديدة في كل من بشار، ورقلة، قسنطينة، سطيف، باتنا وبجاية. هذه هي المدن التي سنشهد فيها الملاعب الجديدة، وإن شاء الله ستكون هنالك عملية ثانية مخصصة لإعادة تهيئة وترميم جل الملاعب المتواجدة على مستوى التراب الوطني، والتي تفوق 10,000 مقعد. وهنا نتحدث عن ملاعب في معسكر، وملعب في تيارت، وملعب في مستغانم، وملعب في تلمسان، ملعب في تيموشنت، ملعب سعيدة، وكذلك في الوسط الجزائري ملعب المدية، كذلك ملعب عين الدفلة، وكذلك ملاعب في الشرق الجزائري ستشهد هذه العملية على غرار ملعب برج بوعريريج، وكذلك ملعب الشاوية، إضافة إلى ملعب خنشلة وعديد الملاعب الأخرى، ملعب تبسة وملعب جيجل. كل هذه الملاعب ستعرف إعادة تهيئة وترميم. كذلك في الجنوب الجزائري ستكون من ملعب المشرية وملعب الجلفة، ملعب البيض. كل هذه المدن كذلك سنشهد فيها إعادة تهيئة وعصرنة لملاعبها القديمة. إذن هذه هي أهم المستجدات التي أردت أن نتحدث فيها في هذا الفيديو، خاصة وأننا بدأنا نرى بداية انطلاق صفقة ملعب بشار الجديد، أين فازت شركة كوسيدار بهذه الصفقة، وستنطلق في الأيام القليلة القادمة في بناء مشروع ملعب بشار الجديد، خاصة وأن المشروع ليس بالكبير، فقط 25,000 مقعد، ملعب مغطى بالكامل، يعني أن الملعب سيكون تحفة معمارية. فقط نتمنى من مكتب الدراسات أن يبدع في تصميم هذا الملعب حتى يليق بمدينة مثل بشار وفريقها شبيبة الثورة الذي ينتظر هذا الملعب بفارغ الصبر، خاصة وأن الجنوب الجزائري أصبح بحاجة ماسة إلى هذه الملاعب، خاصة عند انطلاق البطولة الوطنية في الصيف. الجميع يشاهد ارتفاع درجة الحرارة، لهذا نتمنى أن تكون هنالك ملاعب جديدة مغطاة. هذا ما أردت أن أقدمه لكم في هذا الفيديو عن آخر المستجدات في كل من ملعب بشار، ورقلة، باتنا، بجاية، سطيف وقسنطينة. دائما إخواني، إذا لم تكن مشترك في القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس، لأننا سنقدم كل جديد عن هذه الملاعب. إلى اللقاء.